True is so hard to find. مرحبا سويتيز، اهلا بكم قناتي. فيديو راح يكون هو للقدمين، وطبعا بهذا الفيديو راح اساعدكم على تحويل رجليكم من متشققة وسمرة الى ناعمة وبيضة. طبعا الطريقة اللي راح اسوي لكم اياها مضمونة 100%. فإذا حابين تعرفون شنو هذه الطريقة وشنو الوصفة اللي تبيض القدمين فتابعوا الفيديو للأخير، ويلا خلونا نبدأ. بداية حتى أزيل التشققات الموجودة بكعب القدمين راح استخدم هذا الجهاز. طبعا هذا هو أفضل جهاز مستخدمته لحد الآن، واللي هو من ماركة أوريجينال بيور جولد. أنصح به كل بنية تعاني من تشقق القدمين واللي تريد رجليها تكون ناعمة فتستخدم هذا الجهاز. فراح اكتب لكم العنوان وارقام الهواتف اللي اشتريت من عنده هذا المبرد تحت بخانة الوصف، تقدرون تراسلوهم وتسألوهم اذا كان عندكم اي استفسار. الشغلة اللي متعودة عليها هو اخذ هذا المبرد وامشيه على كل التشققات الموجودة برجلي ذهابا وايابا، واستمر بهذه الطريقة حتى يزيل لي كل هذه التشققات. طبعا مسكة هذا المبرد تكون على رهاوة اليد، وبنات كلش ضروري من تسوون هذه الخطوة تكون رجليكم ناشفة 100%. وبعد ما خلصت هذه الخطوة راح اغسل رجلي وانشفها بالمنشفة. وحتى احصل على رجلين بعد انعم، اللي احتاجها هي كريم من ماركة شول، وراح احتاج فازلين. اعتقد الفازلين متوفر بكل بيت، واللي راح احتاجه ايضا هو جوارب كلش ثخين. فبداية اللي راح اسويه هو راح اخلي كريم شول على كعب القدمين وراح اسوي مساج بهذا الشكل. وبعدها راح اخذ هذا البلاستيك اللي يستخدموه للاكل، معرف بنات شو يسموه، بلاستيك او نايلون. راح اخذه وراح الف رجلي بيه بهذه الطريقة، وراح اخليه على رجلي لمدة ساعة. وبعد ما مرت الساعة راح اغسل رجلي بالماء والصابون وانشفها كل الزين. وبعدها راح اخذ الفازلين وراح اخليه على كعب القدمين، وراح اخلي كمية كلش كافية. فراح اخليه على رجلي، وبعدها راح البس الجوارب الثخينة، وبعدها راح انام. وثاني يوم الصبح من اقعد راح اغسل رجلي بالماء والصابون. بعد ما غسلت رجلي راح انشفهم كل الزين بالمنشفة، وحتى احصل على رجلين بيضاء فراح استخدم وصفة كل الزينة تبيض القدمين. فاللي راح احتاجه هو ليمونة، شكر حسب الحاجة. ايضا راح احتاج الى كمية جدا قليلة من زيت الزيتون. طبعا بنات راح استخدم زيت الزيتون حتى ينعم لي رجلي. فاللي راح اسويه هو راح اخذ كاسة فاضية وراح اخلي الشكر، وبعدها راح اخلي عصير الليمون. فراح اخذ كمية جدا قليلة من زيت الزيتون. بنات انصحكم تاخذون كمية جدا قليلة حتى ينعم عندي التشققات الموجودة بالقدمين. بعد ما انتهيت من خبط هذه الخلطة راح اخليها على رجلي بفرشة. طبعا بنات تقدرون تخلوها بايديكم، بس اني احب اخليها بالفرشة حتى تتوزع عندي بشكل مناسب. راح انتظر لمدة ربع ساعة. وبعد ما مرت الربع ساعة راح اغسل رجلي مرة ثانية بالماء والصابون. طبعا الصابون اللي دا استخدمه هو صابون حلب. معرف بنات اذا تعرفون شنو هذه النوعية من الصابون، بس بالعراق متوفر هذا الصابون وكثير نحب نستخدمه وكل الزين للجسم. فإذا كان متوفر عندكم هذا الصابون تقدرون تستخدموه بنات كل الزين وأنصح به. وبعد ما غسلت رجلي بالماء والصابون راح نشفها بالمنشفة. ومثل ما تشوفون بنات رجلي صارت ناعمة وبيضة ورجعت مثل رجلين الأطفال.
فبنات مثل ما قلت لكم هذا الجهاز كل الزين لإزالة تشققات القدمين، أنصح به 100%. فأني مفكرة أسوي لكم ريفيو عليه وأشرح لكم شلون تستخدموه وشلون تعتنون برجليكم بهذا الجهاز. فإن شاء الله بفيديو من الفيديوهات الجاية راح أسوي لكم ريفيو عليه وأشرح لكم الطريقة شلون تستخدموه. فراح أكتب لكم العنوان اللي اشتريت منه تحت بخانة الوصف وأرقام الهواتف اللي تقدرون تتصلون عليها حتى تاخذوه من هذا الجهاز. ولهنا أنا أكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو بنات واستفاديتوا منه. فإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتنشرون الفيديو حتى الكل يستفاد، وتشتركون بالقناة حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله. فشكرا لكم وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي. The truth is so